مرحبا بكم في فيديو جديد. اولا نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح نديكم معايا للمطبخ التونسي. احسن اكله كليتها وبقات لي في راسي هي الملاوي التونسيه. اليوم راح نجربها معاكم بابسط طريقه. نبداو بالعجينه البنات. عندنا 250 غرام تاع دقيق يكون رقيق خلاص، وعندنا 250 غرام فرينه، ملعقه صغيره تاع ملح، وعندنا ملعقتين كبيره تاع زيت. المهم الكيله تاع الدقيق تكون نفسها فرينه، الماء يكون سخون خلاص البنات. تعجنوها مده 10 دقائق. انا عجنتها في البيتران. تكستير تاعها البنات تكون كيما تاع المحجوبة، عجينتها تكون كيما عجينة المحجوبة. تقطعوها كيما نقطعوا المحجوبة، تتعاملوا معها على أساس محجوبة البنات. تكوروها كيما راكم تشوفوا. انا هنا دارت لي 8 حبات، نتوما سا ديبون لا كونتيتي اللي راح ديروها. نتعاملوا معها قلت لكم كيما المحجوبه، نديروا لها الزيت ونحطوها ترتاح مده ساعه ولا ساعتين باش تتحل لنا مليح. نغطيوها بالبابي فيلم ونخليوها ترتاح وننتقلوا الحشوة انا استعملت الكبدة، حطيتها قليتها البنات. بعد ما خليت الكبدة تاعي تتقلى، نجي هنا العجينة تاعي تكون ارتاحت بعد ساعتين. نجي نديرها في الزيت ونحلها كيما راكم تشوفوا، تتحل لكم بسهولة غلا. ما ديروهاش رقيقة كيما المحجوبة البنات، تجي شوية خشينة. ما تجيش خشينة خلاص وما تجيش رقيقة كيما راكم تشوفوا الحبة. شوفوا قد ما حليتها، وتحطوها طيب في الطاجين تاعكم ولا في المقلة. شوفوا كما تحل معاكم بسهولة البنات. هنا الملاوي تاعنا يطيب في المقلة، كي تبدا جوست تحمار تقلبيها من الجهتين وتنحيها. شوفوا لي الشكل النهائي تاعها بعد ما طابت البنات. تتلوى فاسيلمون. هنا نجيو الحشوه. قلت لكم الكبده تاعي بعد ما قليتها وقصيتها، زدت قليت معاها بطاطا وطماطم ديدي، وعندنا فخوماج فوندو شويه تاع هريسه، وعندنا فخوماج غابي. ندهنوا الفرماج والهريسه، نزيدوا الكبده والبطاطا وطماطم ديدي، ونزيدوا الفخوماج غابي، ومن بعد نلويوهم البنات. ما تنساوش الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس البنات باش تحمسوني نزيد ندير لكم فيديوهات خير من هذا. نزيد معاكم حبه البنات. لهنا الملاوي تاعنا انا طيبتهم في الفور، اللي تحب تحمرهم في المقله، اللي تحب تحطهم في البانينوز. في كل الحالات يجيو بنان ويجيو خفاف تقول ما فيهم عجينه. هنا ستفتهم في البلاطو تاعي ودرت لهم طرف تاع شيدار من الفوق، ولحتهم يطيبوا في الفور. قلت لكم اللي تحب ديرهم في المقله، اللي تحب ديرهم في البانينوز هي حرة، والحشو ثاني اختياري. انتظروني في الفيديو القادم. ما تنساوش تخليوا لي كومنتير.